حبايب قلب ام ادم، السلام عليكم يا حبايب قلب ام ادم. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. ورجعنا عشان نعمل المحشي معاكم طبعا. هوريكم اللي انا اشتريته من السوق امبارح. ما رضيتش اصوره امبارح، قلت اوريه لكم النهارده ان شاء الله باذن الله. بص كده، اشترينا كيلو بجنجان، اشترينا كيلو بتنجان كده اهو. عشان ما تقوليش بتقولك ازاي بجنجان يا ام ادم، احنا بنقول عليه بجنجان، ما عارفش ازاي انتوا بتقولوا عليه بتنجان. ماشي. واشترينا ب20 جنيه كوسه. الكوسه عامله 30 عندنا، جبت ب20 جنيه بس. والفلفل عامل 20، جبت بكام؟ وقعوا نص كيلو، يمكن ب10 دول. ايوه يمكن ب10، عشان الراجل حسبنا على كله على بعضيه اصلي. وجبت ب20 قوطه، الكيلو عامله 15 زي ما قلت لكم، 15 جنيه. والبصل عامل 12 ونص، جبت ب20. وجبت خضره وشبت وبقدونس عشان المحشي طبعا. والفراخ هي غسلتها وجهزتها اهو. غسلت الفراخ كده، غسلت الفراخ وخليتها الفل ومرشتها مرشه حلوه كده. ورايحين نجهز يا الفريق عشان نحشي الفراخ ونعلق عليها، وبعد كده نشتغل في المحشي حاجه حاجه معاكم خطوه بخطوه، ما تخافوش. ونخلي الفراخ كده على جنب. وهنا الفريق غسلاه، غسله الفريق ونقعاه اهو. غسلاه ونقعاه في ميه. وكده خلصنا يا حبايب قلبي، واستنوني هرجع لكم تاني حالا. بص كده يا حبايب قلبي، راح اعمل ايه؟ راح اعمل الفريق اهو. احط حته معلقه سمنه كده حلوه اهو، عشان اعمل الفريق طبعا اهو. حبايب قلبي ام ادم، بص كده، حطينا سمنه في الحله، واستنيت السمنه لما تجدع هنزل عليه بالفريق. كده هقلب يا هقلب الفريقات هما. اخليهم يخشوا مع السمنات، افضل اقلب فيهم كده لحد لما يخشوا مع السمن. وبعد كده راح افشهم بالميه واسيبهم بقى لما يطيبوا خالص، واقدر ان انا احشي الفراخ. دخلت الفريق مع السمن وراح اطش الميه. ما احطش ميه كتير عشان لسه هننزلها في ميه. هننزل الفراخ في الميه، مش عايزين الفريق يبقى مفشفش كده ومعجن. ماشي ماشي. هنحط شويه ملح. الملح عندي خلاص، عندي ملح طبعا. اطلع كيس ملح. شويه ملح كده على شويه فلفل اسود ومعدن. بصوا كده اهو. على رشه فلفل اسود كده اهو. ونقلبه كده واسيبه بقى لما يطيب خالص اهو. بصوا كده، اسيبه لما يطيب ان شاء الله باذن الله كده لحد لما يطيبوا عشان نعرف نحشي الفراخ. والناحيه التانية هعمل خلطه المحشي حالا، ارجع لكم. حبايب قلبي كده قطعنا البصلات هما، ورايحين نعلق عليهم كده عشان نعمل المحشي زي ما قلت لكم. كده هسيبهم لما يحمروا خالص من ما اعمل الطماطم. حبايب قلبي ام ادم، رجعت تاني بعد ما قطعت البصل زي ما قلت لكم وعلقت عليها. وجورت الكوسه، شايفين الكوسه جورتها. وجورت البتنجان اهو. جورت البتنجان كده هو كله على كده. انا بحب انقي البتنجان صغير عشان يطيب، والكوسه تبقى صغيره كده عشان برضك تطيب، ما يكملش سوا. ما فضلناش الا الفلفلات اهم. اروح افتح الفلفلات واغسلهم واطش البصل جوه عشان نعمل المحشي، عشان يبقى جاهز. نصب الشوربه بتاعت الفراخ عليه ان شاء الله باذن الله. والفريك طاب،
يعني كل انا قاعده في الارض هنا، ما طلعتش بره في الصاله، انا قاعده في الارض، قاعده تاكلها في الارض. بص الفريق بقى اهو، فريق طبق زي العسل. بصوا ابرد شويه كده عشان الفراخ. عشان هو سخن مولع. بص الفريق شايفين، حبايه بحبايه كده، عشان مش بنحط له ميه كتير عشان ما يتعجنش. هيبرد شويه ونحشي بيه الفراخ ان شاء الله باذن الله. استناه يبرد شويه، تكون البصله اتحمرت. كده ضربنا الطماطم والبصله حمرت اهو. هننزل بشويه طماطم صغيرين عشان ما تبقاش كتيره طماطم. والطماطم التانية دي هنستخدمها طبعا، هنعمل بطاطس بطماطم، يعني هنعمل بطاطس خرط. وادي المحشي بعد ما شطفناه وغسلناه وجورت الفلفلات وكله كله كله، الكوسه مع البتنجان مع كله. بص الشكل بيلمح كيف، الشكل خرافه. هسيب الطماطم كده تتسبك، من ما اروح اغسل الخضره واقطع الخضره تكون الطماطم اتسبكت. والفريق مستنيه بيبرد لسه طبعا، مستنيه يبرد خالص عشان الفراخ مش هقدر احشي يعني. والفريق بصوا نار بيطلع دخان. بصوا كده يا حبايب قلبي، فضيت الرز بقى على الطماطم بعد ما اتسبكت. ودينا بحشي الفراخ، انا قاعده بحشي الفراخ اهو. الفريق حشيت اول فرخه، ودي تاني فرخه هحشيها طبعا اهو. بسيب الرز كده يتشرب شويه من الطماطم اللي فيه، وبعد كده بفضي الخضره عشان الخضره تبقى مخدره كده في المحشي، ما تبقاش مختفيه في المحشي. بكبس الفرخه كده، كل ما تتملي كل ما بنزل الفريق دي لتحت شويه. بمسك واحده كده وواحده كده وبنخسهم هنا، بقفلها يعني. وبتبقى بالشكل كده مقفله الفرخه. كده فرختين حشيناهم، فاضل 2. وادي الرز بص معنا كده اتشرب اهو، مفيش ولا دمعه كده يمين ولا دمعه شمال، عشان ما يبقاش المحشي معنا عامل زي الميه. والخضر اللي احنا غسلناها معانا اهو، هنصفيها من الميه كده اهو. ونفضي الخضره. المحشي ده في حته تاني. انا بحب الفلفل والبتنجان على كده جو 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 جو. بحشك حاجه اسمها محشي فلفل وبتنجان وكوسه. هنحيك بقى، هنحط مرقه، هنحط ملح، هنحط فلفل اسود، هنحط بهارات فراخ، كزبره، كله على كله. هجهز التوابل وارجع لكم. بص كده التوابل معانا بهارات فراخ، معانا مرقه، معانا ملح، معانا حته كمون، بهارات مشكله، كله على خلطه الكرنب. على خلطه الكرنب يا لهوي، عجل في الكرنب يا ولاد، على خلطه المحشي. ما هي محشي خلطه الكرنب زي خلطه الفلفل والبتنجان، ما علينا. وهنقلب كله كده. يا لهوي على الريحه، يا لهوي على الريحه قلبت الشقه كلها، والناس كلها عرفت ان ام ادم عندها محشي النهارده. بص الخلطه محمره ازاي، شايفين؟ هخلص الفراخ تكون الخلطه بردت، هحشي الفلفل والبتنجان. حبايب قلبي كده رايحين نحشي المحشي. قلنا معبي ميه وعلق على الميه تغلي عشان انزل بالفراخ، عشان انا خلصت الفراخ، حشيت الفراخ وخلصت، بس الميه تغلي عشان اقدر ان انا انزل بالفراخ. قلنا معبي ميه كده، قلت استنى. ابو ادم بيساعدني والله، بيلفين الميه، بيعبي لي الحله ميه.
انا واقفه في المطبخ مش قادره اتحرك من المطبخ من الدبكه اللي على راسي. واخلص الحله دي وهوريها لكم ان شاء الله وانا بنزل بالفراخ وانا معلقه المحشي باذن الله. ولسه يعني مشوارنا طويل، لسه بدري، استنوني حبايب قلبي. ام ادم بص خلصنا المحشي يا حبايب قلبي. ايه رايكم في الشكل النهائي؟ بصوا بصوا، شايفين شكل المحشي بقى بيتكلم عن نفسه. بس ام ادم بلبطت ايديها وبلبطت الحله وبلبطت كله في المحشي. تعبنا. بص شكل عمل ازاي من وقفه المطبخ. تعبت على الاخر، والحر حر موت. وانا مش قادره اطلع اقعد في الصاله، الدنيا تتبهدل، الفرشه جديده ما ينفعش تتبهدل. ما بص منظر ايديا. شايفين من المحشي، شايفين. ودول زادوا طيب من الحله، وانا مش لاقيه حله كبيره اعمل فيها المحشي كله، احطه من فوق. تعالوا بصوا نعرف نتصرف. يعني انا معلقه على الميه بتاعت الفراخ لسه النار عاليه ما علينا. بصوا كده نحط في الفلايه كده، ونحط في الفلايه كده، ونحط في الفلايه هنا، الفلايه هنا كده، ونحط البتنجانات هنا. هيطيبوا على فكره، هيطيبوا مش هيطيبوا، لا هيطيبوا. وهملنا بصوا ملينا الحله كلها محشي. نستنى بقى، نستنى الشوربه بتاعت الفراخ عشان نسقيها على المحشي اللي احنا عملناه دوه. طبعا مش هنسقيه ميه، هنسقيه شوربه هنوديها فيها، هنعمل بها الملوخيه وهنعمل بها المحشي طبعا يعني. بصوا شايفين انا اتبهدلت استنوني هنزل بالفراخ. لسه الميه هتغلي، لسه ما غليتش، هتغلي. بص الميه كده هتغلي، هحط بصلايه طماطمايه اهو وتغلي، وهنزل بالفراخ حالا. حبايب قلبي بص الميه بتفرق زي ما انا وريتكم، الميه دي بتفرق. هنزل عليها بيها بالفراخ بتاعتنا ها اللي احنا حشيناها كله، الاربع فرخات يكش تكفي الحله بتاعتنا. علية الحلل عندنا كلها صغيره، بس يا ادم مفيش دوشه، ما تعملش دوشه يا ضاله. وعندي الكبد وجوانص هما، عندي الكبد وجوانص هنزل عليهم بيها في الشوربه، واسيبها بقى لما تغلي وتطيب. كفت الاربع فرخات عشان انا جايباهم صغيرين، جايباهم حشو صغيرين، نقفل عليها عدل مش مكفيه انا عارفه. حبايب قلبي ام ادم بص الفراخ كده يا حبايب قلبي، الفراخ بالطيبه هي. شايفين الفراخ البلدي دي ما بتكملش سوا وبالطيب خالص. بصوا كده هنرش حته ملح كده عشان نحيجها، وهرش شويه فلفل اسود اهو، شويه فلفل اسود حلوين كده هما. واحط مرقايه حلوه اهو، مكعب مرقه حلو كده كده خلصنا التوابل كلها اهو. وهنقلب كل دول بعضيه عشان نسقي المحشي، عشان المحشي يطيب اهو. حاضر يا عمي حاضر. بصوا كده هسيبها بقى تغلي غلوتين تاني، اشوفها عايزه حياج ولا لا. لا كده تمام. اسيبها تقوم تاني غلوتين واروح اصب المحشي حلا بتاعنا دوه اللي احنا عاملينه اهو. المحشي ده في الجون. استنوني يا حبايب قلبي حالا اوريكم وانا بصب المحشي. بصوا كده يا حبايبي ولحت على المحشي، وهفضل انزل عليه بالشوربه بتاعتي دي. اوعي يا جنه اطلع بره يا جنه عشان الشوربه ما تفضفضش عليك يا امه. بصوا كده يا حبايب قلبي، هفضل ارص المحشي، يعني هفضل افضي الشوربه على المحشي، وهنخلي شويه شوربه عشان نعمل بيها البتاع ده الملوخيه. هنعمل شويه ملوخيه وشويه بطاطس كده بخرط، بطاطس بدمعه عشان اكل عالميه، وشويه رز كده حلوين وعسل يا حبايب قلبي وعسل. مفاجاه، في حد جايينا كده عزومه، بس مفاجاه لما تيجي هقول لكم عليها. انا بعمل الاكل ده عشان عشان العزومه. بصوا كده يا حبايب قلبي زكاة الشوربه هقفل عليها بقى، كده
هنروح نعمل ايه بقى؟ الفراخ طابت. هنقل الفراخ هناك واعمل ايه؟ هعمل البطاطس. حبايب قلب ام ادم، بصوا كده خرطنا البصل عشان نعمل البطاطس. هحط ايه؟ هحط حته سمن كده عشان اعمل البطاطس اهو. وهقلب البصلايه لما تحمر وتشرب الطماطم. بصوا البصل احلى اكل من عند ام ادم. شفتوا الاكل الوليمه العليمه دي؟ محشي وبطاطس وملوخيه ورز وفراخ. لسه اوريكم الملوخيه بتاعت ام ادم طبعا، بس نعمل الاول البطاطس حاجه حاجه كده. ودينا معلقين على المحشي. بص كده يا حبايب قلب، البصله حمرت. هنزل عليها بالطماطم عشان اسيب الطماطم تتسبك. نزلت عليها بعصير الطماطم كده، وهسيبه لما الطماطم كده تتسبك عشان اقدر ان انا انزل عليها بيها بالبطاطس. اسيبها لما تتسبك خالص. ايه رايكم في اكل ام ادم النهارده؟ ام ادم تعبت صح؟ انا تعبت. انتوا حاسين بيا؟ نحط اللايك والاشتراك وكومنت حلو منكم لام ادم طبعا عشان تحسوا بام ادم. ام ادم بصوا الطرحه متبهدله والهدوم كلها ميه، يعني كله بيطردش على كله. هعمل ايه طيب؟ واقفه في المطبخ، لسه فاضل الرز ولسه فاضل الملوخيه. ادعوا لي حبايب قلبي، ادعوا لي استنوني حبايب قلبي. كده راح احط البطاطس بعد ما غسلتها وصفيتها اهو، وفيها شويه ميه تاني. هنزل عليها، هنزل في الطماطم. احط البطاطس في الطماطم بعد ما سبت الطماطم تتسبك. بعد ما سبت الطماطم تتسبك خالص. حبايب قلب ام ادم بصوا كده المحشي طاب. بصوا الفلفل، بصوا البتنجان، تنكت المعلقه كده تتنكت فيه، يبقى خلاص المحشي كده استوى وطاب وبقى عسل. بصوا كده يا حبايب قلب المحشي، شايفين؟ تنكت المعلقه فيه تفتحيه. الرز والبتنجان، بصوا البتنجان عسل. يا خراب يما. بصوا البتنجان مهري كده، طب وعسل يا اخواتي، والطعم خطير. والبطاطس طابت كده، مفيش الا الملوخيه والرز. يا دوما، حاضر يا دوما. بصوا كده يا حبايب قلبي، افضي مرقايه على البطاطس عشان البطاطس خلاص طابت، وانا مش بحيجها الا بعد ما تطيب. وهرش لها فلفل اسود، رشه فلفل اسود ورشه ملح اهو، رشه ملح كده. وخلاص كده البطاطس استوت وبقت زي العسل زي الهريسه اهو. تاخد غلوه مع التوابل اللي احنا حطيناها. وريني كده نشوفها استوت خالص ولا لسه ما استوتش. هي لسه فاضل سنه على فكره. بصوا بتتقسم بس لسه فاضل سنه. خلاها تطيب يعني مع التوابل اللي احنا حطيناها كده يا حبايب قلبي. حطيت الشوربه تسخن، حطيت الشوربه تغلي عشان احط الملوخيه. جبنا كيس ملوخيه، ما كانش عندي ملوخيه، بعت ابو ادم جاب لي ملوخيه. وهعمل الناحيه التانية الرز. احط حته سمنه حلوه كده عشان الرز طبعا. شايفه علبه السمنه خلصت اللي انا لسه جايباها، نصها بقيتها. عملنا الطبيخ كله منها. ونحط حبه زيت عشان الرز بيدي لمعه بالزيت. اهو حبه زيت صغيرين، اخر شفطه في الجزازه، وننزل بالشعريه بتاعتنا الحلوه ونص كيلو رز. بس مش عارفه، مش هحط الشعريه كلها. دي الشعريه حاسه ان انا كتير صح؟ حاسه ان الشعريه كتيره ان انا مش هحطها كلها. بس كده يا دوبك شويه صغيرين. ونحمر الشعريه بتاعتنا، وبعد كده مش هنكسر الرز ونحط على الشعريه. تكون غلت الشوربه دي. بصوا الشوربه سايباها بتغلي عشان اعمل كيس الملوخيه. لسه جابولها ابو ادم عشان بطاطس اكل كتير النهارده، اكل كتير. عملنا، وقفنا في المطبخ بصوا بتاع 3 ساعات اديني بعمل، ما يغركمش الفيديو.
الفيديو بنقطع منه حاجات كتير طبعا انتوا عارفين، يعني هتكلم حته واقطع حتتين ثلاثه انما بخلص. جبنا كيس ملوخيه بسمه اهو، كيس ملوخيه بسمه. انا ما بحبش الا البسمه، ما بعملش الا ملوخيه بسمه. وكده هنعمل ايه؟ تغليها وننزل عليها بالملوخيه. وبحبكم يا حبايب قلبي، ما تنسوش اللايك والاشتراك. الفيديو يطول عليكم المره دي عشان فيه وصفات كتيره، بطاطس ورز وملوخيه ومحشي وفراخ، والنهارده دبكه من عند ام ادم. بصوا كده يا حبايب قلبي، غسلت الرز وفضيته على الشعريه، وسايبه الملوخيه لسه ما فكتش، يعني لسه بتحلها. فضيت الملوخيه سايباها موطيه عليها النار وسايباها تحل مع نفسها. بقلب الرز شويه عشان يخش مع السمن مع الزيت، عشان يدي لمعه كده في الاخر. مفيش شوربه يا حبايب قلبي، هنطش بالميه. بصوا كده يا حبايب قلبي، جبنا ميه، رشنا الرز كده شويه ميه اهو. ما لقيتش شوربه، الشوربه خدها المحشي وخدتها الملوخيه بس كده تمام. عشان الرز ما بيعص ميه كتير عشان ما يتعجنش. احنا بعد ما بيتشرب بوطي عليه خالص على نار هاديه يطيب براحته، بخليه يطيب براحته كده. نحط مرقايه، نحط شويه ملح كده اهو، شويه ملح حلوين كده. بعد كده ندوق، احسن يكون عادم نرميه واحسن يكون مالح نرميه. لازم ندوق طبعا. نشوفه ناقص ملح نحط له، ناقص اي حاجه يعني اي حاجه لازم الاكل يتذاب. بس ساعات انا في رمضان ما بدوكش الاكل وبيطلع الاكل مظبوط، يعني بعمل على كد ايدي، مش عايز كلام تاني خلاص، ولا عايز ملح زواده ولا عايز ميه زواده. تمام يا معلم، تمام يا معلم. فانا الغطا بتاع الحله بتاعتنا وصل اهو، نقفل عليها لما يطيب. وهنا الملوخيه بتاعتنا بتحلها، بصوا شايفين الملوخيه بتاعتنا قاعده تحلها، يعني في حته صغيره بس اهو. ونعمل الطشه، احلى طشه ملوخيه. بص كده بقى هنعمل ايه تاني يا حبايب قلب؟ الملوخيه غلت يعني بص حلت من بعضيها كده خلاص. هننقلها على العين التانية كده ها، وهنجيب الطبق بتاعنا عشان هنعمل الطشه بتاعتنا. الطشه بتاعت ام ادم وصلت. معلقه سمن كده حلوه ها، بصوا معلقه سمن حلوه كده، معلقه سمن حلوه عشان الملوخيه تدي طعم معنا. بصوا كده اهي. هننزل بالثوم بتاعنا اهي. هنزل بالثوم بقى اهي، البول اللي بنضرب فيه الثوم، ونحمر بقى. وحالا اوريكم وانا بطش كده يا حبايب قلبي. راح اطش الملوخيه بتاعتي بقى. يا لهوي يا لهوي على الريحه، يا لهوي على الريحه وجمال الريحه من عند ام ادم. بصوا الملوخيه، سامعين الصوت ده انتوا ولا لا؟ اهم حاجه تكونوا سامعين الصوت ده. بس الملوخيه بتتكلم عن نفسها، والله الملوخيه بتتكلم عن نفسها. عسل. الريحه قلبت الشقه يا حبايبي، ريحه الملوخيه دي قلبت الشقه. عايزين ناكل ناكل ناكل. الله على شويه الرز العسل دول، شايفين الرز وحلاوه الرز بقى وهو بيتشرب بقى، ونوطي عليه النار يتشرب على نار هاديه، على نار هاديه. بصوا شويه الرز لسه فيهم ميه طبعا، لازم نسيبه لما يتشرب كده. وكده خلصنا يا حبايب قلبي، خلصنا. بس اوريكم النهايه بتاعت الرز ان شاء الله. وكده نغطي الملوخيه بتاعتنا حبايب قلب ام ادم. بصوا شايفين الرز يا حبايب قلب ام ادم، شايفينه بص بيلمح كيف عسل. كده خلصنا وخلصنا. تعالوا اوريكم الاكل من تاني. بصوا شايفين شكل الرز عامل ازاي. حبيت ان انا اجرب لكم الكاميرا عشان تشوفوا حلاوه الرز. تعالوا اوريكم بقى الحلل التاني. بص كده بقى، ادي حلاوه الملوخيه، ادي حلاوه البطاطس. الله 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 على الريحه. الله. ادي حلاوه المحشي، حلاوه المحشي بتاع ام ادم.
ادي حلاوه الفراخ. بس الفراخ خلاص مش هنحمرها بقى، مش هنحمرها. اسيبكم بخير وهنا وسعاده يا رب، وباي يا حبايب قلبي.